ازيكم يا جماعة عاملين ايه واهلا بيكم في فيديو جديد. ارسنال بيتعادل مع ايفرتون في الدوري 1-1 في ماتش ما اظنش انه بصراحة كان فارق كتير قوي لمشجعين ارسنال. احنا كده كده عارفين ان الدوري محسوم لليفربول ومركزين قوي على الشامبيونز ليج وعلى ماتشنا مع ريال مدريد في الشامبيونز ليج. وكان واضح قوي من التشكيلة ان ارتيتا برضو يعني خلاص رمى طوبة الدوري شويه وبيبرايورتايز الشامبيونز ليج عشان دي البطوله اللي احنا لسه فيها ولسه في ممكن امل ان احنا ايه نشوف نوصل فيها فين. فالتشكيل كان بادئ بمريح بارتي، مريح ساكا، مريح يعني كان بيلعب بجورجينيو، كان بيلعب بن وايت، فتمبر برضو كان مريح علشان الاصابه اللي جات له في الماتش اللي فات. فاوفرول انا كان عاجبني ان بارتي وساكا وتمبر مريحين، وكان في البدء بوايت والبدء برحيم ستيرلينج، واوديجارد برضو كان مريح، ولو اني مش فاهم يعني برضو الفرق ما بين اوديجارد وهو مريح والفرق ما بين اوديجارد وهو مش مريح مش فارقه قوي. بس اوفرول المكسب من الماتش ده ان احنا ما جالناش اي اصابه جديده او في اي لعيب حصل له اي حاجه. ميكل ميرينو كان وهو بيسخن كده كان في صور ليه ان هو اتصاب ومش عارف ايه وماسك رجله، بس بدأ الماتش عادي جدا. وطول الماتش كان قاعد بياخد بقى ايه خبطات في دماغه ومش عارف ايه ويربطوا له دماغه والحركات دي كلها، لكن الحمد لله كله كان في السليم، ما خرجناش باصابه جديده. ماتش كنت احب اكيد ان احنا نكسبه، ولكن يستمر مسلسل التحكيم الهزلي من اول الموسم والغلطات التحكيميه اللي قدام ارسنال. ضربه جزاء في رايي يعني ممكن حكام كتيره قوي في الدوري ما يحسبوهاش انها ضربه جزاء، واحنا حصل لنا حاجات اوحش من كده بكتير وما اتحسبت لناش ضربه جزاء لصالحنا خالص. ولكن انت ممكن تارجيو انها ضربه جزاء وممكن برضه تارجيو انها مش ضربه جزاء، تمام؟ لان هو بس لويس كيلي كده شكله ايه، الحكام حطوه في دماغهم خلاص من ساعه اللي حصل مع مايكل اوليفر وكده. كلهم بقى عايزين يقفوا جنب مايكل اوليفر، وتقريبا استقصدوا الواد خلاص. والسليبريشن اللي اتعمل بعد ما جاب جول في مانشستر سيتي وطلع بقى الاف اي طلعوا ستيتمنت بيقول لك لا وما ينفعش كده وهنحاسب اللعيبه. فانا مش فاهم هو ليه لويس كيلي عامل حرقان وليه محطوط في الدماغ. فشكل كده الحكام الانجليزي اصلهم تبتين ورخمين لما بيحطوا لعيب معين في دماغهم. كلهم كده سبحان الله اي حاجه اللعيب ده يعملها هيتلككوا له عشان يحسبوها ضربة جزاء ضده او يطردوه او فواضح كده انه اتحط في الدماغ. يعني انا حاسس ان هو لو كان اي حد غير لويس كيلي في المشهد ده، لو كان مثلا ديكلان رايس حبيبهم معشوقهم طبعا عشان هو انجليزي وكده، هو كده كده معشوقهم عشان هو بيلعب في ارسنال، بس هم بيحبوا اي حد بيضاني انجليزي معروفه يعني. ما اظنش انها كان ممكن تتحسب ضربه جزاء. انما طبعا ده لويس كيلي واسمراني اللون وعامل قلق، وكان هيلبس زميلنا مايكل اوليفر في الحيطه قبل كده عشان طرد ما كانش صح، وكان هيج الناس على مايكل اوليفر فمش عارف ايه، فاتحسبت ضربه جزاء تمام. انما برضو ديفيد رايا مصمم، مش عارف ليه الحركه الغريبه جدا اللي بيعملها دي، ان هو في ضربات الجزاء يترمي او يتحرك قبل ما ضربه الجزاء تتشاط. انت بتسهل يعني مأموريه اللعيب اللي هيشوط البينالتي دي ب 80 90%. انت اوريدي بتوري له انت هتترمي فين. فانا ما شفتش غباء اكتر من كده. يعني ايه؟ يعني انت ماشي، انا افهم ان في حراس بيترموا لما ضربة الجزاء تتشاط، وفي حراس بيترموا على التوقع. ما عنديش مشكلة في التو ستايلز، بس اللي بيتوقع ده بيبتدي يترمي لما ضربة الجزاء تتشاط. انت بتبتدي تتجه وبتاخد خطوات كده توري الناس كلها انت رايح فين. فانا مش فاهم، زي ما عمل برضو في الفاينل في الماتش الاف اي كاب قدام مانشستر يونايتد، كل ضربات الجزاء رايا بيروح يترمي قبل ضربة الجزاء بنص ساعة ويسيب الجول للعيب فاضي. فبرضه هو عمل الموضوع ده النهارده. انا بس بتكلم عن النقطة دي لان انا خايف لو وصلنا ضربات جزاء مع ريال مدريد يعني مش هنسد كده خالص. يعني لازم بقى مدرب الحراس بتاعنا او حد يقول له يا جماعه ما يترميش قبل ما الكره تتشاط. اقل حاجه، مش بطلب منه ان هو يصد كتير، بس اتليست البيزكس ما تترميش لو سمحت قبل ما الكره تتشاط، وما تقعدش تاخد خطوات توري اللي هيشوط انت هتترمي فين. ده المفروض العكس اللي بيحصل. يعني المفروض العكس، اللي انت يعني الحراس هم اللي بيحاولوا يغلطوا اللعيبه عشان يخليه يشوط في حته معينه. انت بتريح الدنيا خالص، لا فما ينفعش كده. يعني يا ريت بس مدرب الحراس بتاعنا او ارتيتا او اي حد ياخد باله من الموضوع ده، يا اما ما يقفش هو بقى في ضربات الجزاء. يعني بس هو لو وصلنا ضربات جزاء مع ريال مدريد بالشكل ده، شكرا جزيلا شكرا جزيلا، هيشوطوا اللعيبه كلها تشوط في جوان فاضيه. فالمهم يعني الماتش خلص تعادل 1-1. تروسرد يعني هو اللي جاب لنا الجون. انا بصراحه يا جماعه من يعني الفانز بتوع تروسرد وبحبه جدا واتمنى ان احنا نشوفه يجدد. ففي ناس بتشوف ان مارتينيلي احسن منه، انا مش فاهم ازاي مارتينيلي مش احسن من تروسرد باي طريقه او باي شكل ما. تروسرد دايركت اكتر وكورته احسن وبيفنش احسن من مارتينيلي بكتير. مارتينيلي بيعرف يجري وهو باصص في الارض وخلاص وسريع، انما تروسرد النهارده بيجيب جون حلو جدا اتلعبت له من ستيرلينج وخدها على شماله وركنها، فجون حلو. في لقطه تانية برضو
كان هيجيب فيها جون لو كان وقع لمّا تاركوسكي اتزحلق عليه، والله كنا خدنا ضربة جزاء. أنا مش فاهم هو ما وقعش ليه الصراحة، وحَب إن هو يكمّل في الكورة، بس 100% تاركوسكي متزحلق ما كسبش الكورة ب2 جنيه. يعني لو تروسرد كان وقع دي كانت ضربة جزاء مليون في المِيّة صريحة لينا، إنما هو اللي ما وقعش. فأنا بالنسبة لي برضه إيه، أتمنى إن إحنا نشوف تروسرد ده بصراحة مكمّل معانا، لإنه لعيب خسارة نسيبه يمشي، بالذات لو اخترناه على حساب مارتينيلي. الأفضلية في رأيي لتروسرد 100%، ومارتينيلي هو اللي ممكن بقى إيه، يشوف له نادي تاني أو نبيعه علشان نجيب نيكو ويليامز يبقى هو الleft wing الأساسي، والاحتياطي بتاعه تروسرد، كده تبقى متعشية جدًا. وعندك على اليمين ساكا، والاحتياطي بتاع ساكا نوانيري متعشية جدًا، تمام. ناقص نجيب بديل بقى لأبو الكباتن، الكابيتانو الجميل بتاعنا أوديجارد، علشان اللي هو النهارده بينزل في الشوط التاني يقدّم استمرارية في المهزلة وفي القرف اللي هو بيقدّمه على طول. ما عملش أي حاجة غير إن هو ضيّع لنا كورة اتلعبت له من كيرن تيرني، عرضية من ناحية الشمال، قام طبعًا شايطها غلط لإن هو ما بيعرفش يشوط وإيه، ومطلّعها برّه. أي لعيب تاني بنُص دماغ، تمام. أديكم شايفين جماهير مانشستر سيتي زعلانين قد إيه على الplay maker بتاعهم اللي ماشي دي بروين، تمام. دي بروين طبعًا واحد من أساطير الدوري الإنجليزي، واحد من أحسن الmidfielders اللي جُم في تاريخ الدوري، والبطولات اللي كسبها والأسيستات اللي كان بيعملها والأجوان، تمام. أوديجارد حتى مش تُمن الكلام ده، أوديجارد ما فيهوش أي حاجة من الحاجات دي خالص. فأتمنى برضه إن ده لعيب من اللعيبة اللي إحنا نبتدي بقى إيه، نفكّر طيب مين بقى ممكن يبقى بديل ليه، علشان الصراحة هو مش كويس كفاية إن هو يفضل يبدأ لك ويبقى هو الرقم 10 اللي أنت معتمد عليه خالص. أوديجارد شطّب، أوديجارد شطّب يا جدعان. ماتشين ريال مدريد اللي جايين هيورّوكوا إن هو قد إيه مشطّب. لمّا تلاعب فرقة بقى نُص ملعب جامد وتقيل ومدافعين تُقال، ده فعلًا هيكاكي، مش هيعرف يتنفّس، مش ومع أقل ضغط هياخدوا منه كل كورة. فالناس اللي بتقعد تقول لي أوديجارد محضّر نَفْسه لماتش ريال مدريد وهيظهر عشان الفرقة القديمة بتاعته واللي خلّوه يمشي، كان ظهر يا حبيبي قدّام إيفرتون، والّا كان ظهر قدّام نوتنجهام والّا ويست هام والّا أي حد من الهامز اللي إحنا بنلعبهم دول، ما كان ظهر، كان ظهر قدّام الفرق الدوري الإنجليزي الأقل. إنما هو خلاص ما عندوش كورة، ولازم تفهموا الكلام ده، لازم الناس تفهم الكلام ده. النهارده كيرن تيرني بيلعب له كورة بيضيّعها قدّام جون تيرني، اللي بالمناسبة بصراحة يعني مظلوم جامد جدًا، جدًا، جدًا. لعيب بصراحة left back زي ما الكتاب بيقول، دفاع كويس، هجوم كويس، عرضيات متقنة جدًا، رجله الشمال كويسة جدًا، إيجابي، واثق في نفسه. أتمنى إن إحنا نشوفه أساسي ولويس كيلي هو اللي ينزل لنُص الملعب. لازم تيرني ده يبقى أساسي، حرام ده خسارة. ده left back كويس جدًا يا جماعة، كل ما بينزل الصراحة بيؤكد لنا قد إيه هو كويس، وقد إيه إن هو يستحق إن هو يبدأ. فيها إيه لو لعبنا بتيرني ناحية الشمال ووسط الملعب بتاعنا لويس كيلي بقى هو الرقم 8. لويس كيلي النهارده فيه كل مميزات نُص الملعب رقم 8 ده. ده حتى مدرب إنجلترا اسمه إيه توخيل، لعبه في ماتش في الinternational break، لعبه في نزّله تاني في الشوط التاني في النُص، يعني ادّى له دور في نُص الملعب. والنهارده عمل انطلاقة لو فاكرينها في ماتش النهارده، sprint كده من ورا لقدّام ولحد ما راح خد فاول كده في قدّام الفاول اللي هو رايس شاطها جامد وبيكفورد صدّها ده. فبجد عنده power وdrive وstrength كويسة جدًا، ورجليه طويلة وبيعرف يلحق الكورة وبيعرف يحجّز كويس جدًا وقوي. لازم نستغل مهاراته وموهبته دي في نُص الملعب، حرام نقتله كback left. وأنت عندك back left كويس جدًا أصلًا، دي كمان المشكلة، فأنت ممكن تستفيد بالاتنين. فأنا مش لازم ده على حساب ده خالص، مش لازم ده على حساب ده خالص. يعني أنا أتمنى إن إحنا الموسم الجديد فعلًا، فعلًا، فعلًا نشوف سكيلي ده في نُص الملعب. بس يعني مش حاسس إن أرتيتا هيعملها، لو كان هيعملها كان عملها already. بس الله يعني كان نفسي بصراحة أشوف التوليفة دي حتى قدّام ريال مدريد، بس أظن صعب أوي إن هو يجرّب حاجة جديدة قدّام الريال دلوقتي. المهم overall أنا مبسوط إن إحنا ريّحنا شوية لعيبة النهارده، يعني في لعيبة لعبت شوط واحد أو لعيبة لعبت أقل من شوط، فده كويس وده المطلوب عشان يبقوا فريش أكتر قدّام الريال. فأنا تشكيلتي قدّام الريال هتبقى التشكيلة اللي هو إيه، المتوقعة. رايا في الجون. أنا أقول إن إحنا قلبين الدفاع نلعب بوايت وصليبة أحسن من كيفيور وصليبة. يعني وايت في كل الأحوال هيبقى أحسن من كيفيور، تمام. وعلى اليمين هيبقى تِمبر وعلى الشمال سكيلي، وفي نُص الملعب هيبقى عندنا رايس وبارتي وأوديجارد، وعلى اليمين طبعًا ساكا، وفي النُص ميرينو، وعلى الشمال أنا عن نفسي أفضّل نبدأ بتروسارد، بس واضح كده إن الاتجاه إن أرتيتا عايز يبدأ بمارتينيلي. فخلّونا نشوف، يعني ما فيش خلاص بقى داعي إن إحنا نخش بعقلية انهزامية قبل الماتش. الله أعلم إيه اللي ممكن يحصل. يا رب، يا رب، يا رب يحصل التوفيق والمعجزة والكلام ده كلّه، إن إحنا نعرف نعدّي من الريال ونوصل لsemi final Champions League. هتبقى أول مرّة نوصل semi final من سنة 2009، يعني حاجة الصراحة من 16 سنة ما وصلناش semi final Champions League، فهتبقى خطوة كبيرة جدًا، جدًا ونقلة للفريق. وهيبقى فاضل لنا ساعتها ماتش واحد ونوصل في الfinal. يعني دعواتكم بقى كده معانا، يعني مش عارف إيه اللي يعني ممكن
نعمله تاني بعد إصابة جابرييل دي. خلاص أظن الحظ مش خادمنا خالص، خالص بعد إصابة جابرييل ده اللي هو أهم مدافع عندك بالنسبة لي، حتى أهم من صليبة. فربنا يستر، أنا شايل هَم الدفاع جدًا، جدًا. الهجوم مع رجوع ساكا بقى، بس طبعًا ساكا هيبقى ممسوك ماسكة سودا، تمام. فأنت معتمد بقى على ناحية الشمال كمان برضه إن هم يفوقوا، على الplaymaker بتاعك الجميل إن هو يكون فايق ويعرف إن هو يجيب لك حلول ويstep up ويورّي شوية شخصية اللي مش راضي يورّيها من أول الموسم. فخلّونا نشوف، كده الدوري منتهي، فأنا مش متضايق على النقطتين اللي ضاعوا النهارده، ولو إن أنا شايف إن أنت كتير، أنت في موسم واحد تضيّع 4 نقط من إيفرتون يعني فاهم. بس هو موسم في الدوري كلّه عك في عك، في قرارات غلط، في صفقات غلط. إن شاء الله الدوري اللي جاي صفحة جديدة مع مدير التعاقدات الجديد بتاعنا ده، بيرتا ده، اللي هو إن شاء الله ممكن يجيب لنا جيوكيريش، وممكن يجيب لنا نيكو ويليامز، ونجدد كده اللعيب ونمشّي كده، نسرّح شوية ناس ما لهاش لازمة، ويبقى صفحة جديدة. المهم نركّز في البطولة اللي إحنا فيها اللي هي الChampions League الموسم ده. ما تنسوش لايك وتسبسكرايب على يوتيوب، ولايك برضه سبسكرايب على تيك توك @أرسنالاوي، وعلى إكس حسابي @أرسنالاوي. وأنا نزّلت برضه فلوج لماتش أرسنال اللي أنا حضرته في الEmirates Stadium، فلوج الماتش فولهام، تقدروا تشوفوه دلوقتي على القناة، وتقدروا برضه تشوفوا الinterviews اللي عملتها مع الجماهير بتاعة أرسنال على القناة وعلى تيك توك، وجماهير ليفربول على القناة وعلى تيك توك. وبرضه استنوا فيديو فلوج ماتش ليفربول اللي هو صلاح اداني فيه التيشيرت، هينزل على القناة إن شاء الله، ممكن على بكرة، وهانزّله برضه مقاطع منه على تيك توك. ودعواتكم معانا لماتش ريال مدريد، وأشوفكم الفيديو اللي